اكيد الدكتور ابراهيم عارف القصه دي، انه هناك رجل الان هو عند الله عز وجل في ذمه الله دفع ثمن ملف الغاز ده بشكل مبكر جدا جدا. الكاتب الكبير واستاذنا كلنا الاستاذ مجدي مهنا، الله يرحمه، له قصه في منتهى الخطوره وتمت في صمت. مجدي مهنا من اول الناس اللي كتبوا في جريده الوقت، والاعداد موجوده، مظبوط يا دكتور؟ كتب عن صفقه ميدور دي، وكان محدش عارف ايه، يعني ما حدش عارف ميدور دي ايه خالص، ما كانش حد عارف القصه خالص في مصر. كتب مجموعه مقالات في عموده في الممنوع في الوفد، وده له قصه طريفه جدا. كتب في الممنوع عن قسم ميدور 3 أو 4 أيام فتره، وبعدين فوجئ بانه خطوره بقى اللي بيقول الدكتور ابراهيم، خطوره الصفقه اللي كانت معموله ادت باقصاء مجدي مهنا رئيس تحرير الوفد، رئيس تحرير الجريده المعارضه. اقصته من منصبه واتشال من منصبه في رئاسه التحرير بسبب انه كتب عن ميدور في هذا الوقت. وهقول لك بقى قصه ظريفه جدا، ان انا بدين بفضل كبير جدا لمجدي مهنا، كلنا جيل كامل من الصحفيين. هقول لك سر بقى تاني، ان صحيفه المصري اليوم اللي شرفت برئاسه تحريرها 8 سنين كامله تم تاسيسها علشان مجدي مهنا تم اقصائه من الوفد من مجموعه من الشخصيات المصريه، ومجدي مهنا عشان دفع ثمن ميدور اتاسست المصري اليوم عشان مجدي مهنا.